اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صاحب مشكلتي النهاردة بيقول ان هو متجوز زميلته في الشغل، انسانة رقيقة جدا ومحترمة وأنيقة وجسمها جميل جدا، والمهم اتجوزها. ولما اتجوزها فوجئ كمان ان هي أستاذة في الطبيخ، بيقول بتعمل شوية أكل ريحتهم بيجيب آخر الشارع. طبعا كان بيجي يقعدوا بقى ياكلوا، يفرش في الارض وهي وياكلوا ياكلوا لحد اما جسمهم زاد. فهو راح في يوم بيقول ان هي طبعا جت خلفت، فقعدت بحكم الوضع والرضاعة والكلام ده كله، خدت اجازة من الشغل وقعدت بقت تهتم اكتر بالاكل، وكل شوية ناكل انا وهي لدرجة يا بنتي احنا بيتهيألي ان وزننا زاد. تقول لي خلاص نكبر مقاس الهدوم شوية، بقينا ننزل ونجيب المقاسات اكبر، وبعد كده ما بقيناش نلاقي مقاسنا الا بصعوبة. ففي يوم كنت رايح الشغل، فبيقول ان انا جيت اقعد على المكتب بتاعي، البنطلون اتمزق، فزمايلي قعدوا يتريقوا عليا، ما انت تخنت قوي، ما انت زدت. قعدت ادور على ابره وفتله، زمايلي يدوروا يخيطوا يعني، فما لقيوش. رحت رابط الجاكيت على وسطي ورحت نازل مروح البيت راكب عربيتي، وحكيت لمراتي على اللي حصل. قالت لي قعدت تضحك قوي وتقول لي خلاص نكبر المقاس. قال لها يا بنتي احنا ما بقناش لاقيين مقاسنا في المحلات، احنا لازم نخس. قالت لي خلاص ماشي نخس نعمل دايت، ايه المشكله؟ المهم بيقول ان انا رحت الشغل وجيت لقيت عامله لي محشي وعامله حاجات يعني كلها دسمه، مكرونه بشاميل وحاجات كتير كده. قال لها مش احنا اتفقنا ان احنا نخس؟ ايه الاكل اللي انت عاملاه ده؟ قلت لي معلش النهارده بس اخر يوم، وبكره ان شاء الله نخس، وبكره نعمل دايت والكلام ده كله. بيقول المهم سكت. طبعا هي من ساعة ما قعدت في البيت وخلفت عيلين، صوتها بقى يجي آخر الشارع. أبقى جاي من الشغل بتاعي قاعدة تزعق مع العيال، وتقعد في المنور وتقعد تزعق برضو. يا بنتي اللي احنا في المنور دون الصوت بيسمع العمارة كلها، وطي صوتك مفيش فايدة. اقول لها يا بنتي وطي صوتك، تدخل في اوضه النوم وتقعد تتخانق معايا، وانت مش شايف حاجه؟ العيال بيعملوا، العيال بيسووا، كل حاجه عليا. ده انا هزعق. وطبعا الجيران سامعين بزعقها وبهدلتها ليا بقى بسبب صوتها المرتفع. بقول ما حتى بقيت اخرج انا وهي مثلا وزمايلي، بتقوم حرجاني قدام زمايلي، بقيت اتكسف منها يعني من جسمها وكده، بقيت اتكسف منها. حتى لا بصي انا هجيب حاجات من كارفور ونعمل اكل صحي كده ودايت ونخس، لان ما ينفعش كده البيت هتحرج منك اصلا. قالت لي طب ماشي. جيت اعمل جبت الاكل من كارفور، اكل صحي عشان نعمله. لقيت عامله لي كريب يكفي العماره. ايه يا بنتي اللي انت عاملاه ده؟ قالت لي النهارده بس. قال لها بصي انا مش هسمع كلامك لا النهارده ولا بكره، انا هبدا دايت من النهارده. بقول ان انا بقيت اعمل اكل صحي، وهي كانت تاكل قدامي كده، بس هي برضو ما بتخسش. وانا بقيت اروح الجيم، هي راحت يومين وسكتت، قالت عشان العيال ومش عارفه اروح. انا ظبطت جسمي وخلاص، وهي برضو زي ما هي قاعده تاكل. في يوم بيقول كنت جاي من الشغل لقيتها فاتوره كده جايبه كيكات وشوكولاتات وصوصات وحاجات، بس سايبه الفاتوره على الجزامه، كانت عند والدتها هي. قلبت الدنيا، بفتح التلاجة لقيتها مخبياها في التلاجة ومداريها بشنط كده عشان ما اخدش بالي تمويه يعني، وشاربة ازازة بيبسي لتر لوحدها. طبعا اتضايقت، قعدت اقول لها ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده، انت لازم يكون عندك اراده، لازم تخسي. وقعدت ازعق معاها. دخلت اوضه النوم وقعدت تزعق انت السبب، انت ما بتبصش الا لنفسك. وقعدت تزعق معايا وتتخانق معايا وصوتها مسمع العماره كلها. صبحت الصبح رايح الشغل بتاعي عادي، لقيت جاري بيخبط على كتفي كده وبيقول لي يا استاذ ابقى خلي وطي صوتك شويه انت والمدام، مش معقول كده، كمان بالليل صوتكوا برضو ما بنعرفش ننام منه. قال له قلة الأدب اللي انت بتقولها دي، انت مالك؟ انا حر في شقتي، انا حر في بيتي. رحت ماسك ضرب جاري ده ورحت ضربه. فانا بضربه الزق من على السلم، فدماغه اتفتحت. طبعا رحنا القسم، وهو راح المستشفى خيطها 3 غرز. وعشان نصطلح انا وهو كان حكم عليا بمبلغ من المال عشان يرضى يتراضى ويتنازل عن المحضر اللي عملهولي. اديته المبلغ دون وروحت بيتي. مش شايق مراتي طبعا، قعدت اتخانق معاها انت السبب، انت شفتي وصلتينا لايه، كل ده بسببك وبسبب صوتك العالي. قعدت تقول لي ايه؟ طب خلاص معلش. قال لها ولا معلش
ولا حاجة خالص، انت تاخدي هدومك كده ويلا تعالي اوديك لامك. راح بقول لميت هدومها وخدت العيلين ورحت مديها لامها، قلت لها خدي انا مش عايزه اشوف وشها ولا عايزها. بقول دلوقتي انا بفكر ان انا اطلقها لاني ما بقتش لا متحملها ولا طايق شكلها، جسمها اصلا بقى شكله وحش وبتحرجني. لما نيجي نخرج ما بيصدقوش ان دي مراتي انا جنبها، حتى لما بنيجي ننام على السرير بيقول ان هي بتبقى واخده السرير كله وانا جنبها ايه هقع من على الحرف، ببريشه جنبها كده. فانا مش متحمل اصلا لا عيشتها ولا صوتها ولا شكلها، وبقيت اتكسف اخدها في اي حته. انا بقول له حرام عليك ان انت ايه يعني تطلقها. يعني هي انت بتقول ان هي كانت انسانه محترمه ورقيقه وشيك ومهتميه بنفسها، وهي سابت شغلها علشانك. العيال اساسا بيطلعوا روح الواحده، يعني هي سابت شغلها وسابت حياتها ودنيتها عشان تتفرغ لك انت واولادك، بدل ما تحتويها. يعني انتوا الاتنين لما كنتوا انتوا الاتنين تخان وبتاكلوا مع بعض وبتشربوا مع بعض كان عادي بالنسبة لك، ما كنتش ايه بتكرهها ولا حاجة خالص. بس دلوقتي عشان انت بقيت جسمك كويس وهي لسه تخينة بقيت اكتشفت عيوبها. المفروض انت تحتويها، تقرب ليها. الكلمة اللي هي الطيبة بتلين الحجر. ممكن يكون اسلوبك اصلا بيضايقها في حكاية الخساسين، لما تقول لها ايه انت تخنتي قوي، انت تقول لها كلام يضايقها فهي عندك وتاكل اكتر. المفروض انت تكلمها بالراحه كده، تخليها هي تعمل اللي انت عايزه بدون ما تطلبه. يعني مثلا ايه انت ممكن تقول لها يا حبيبتي شوفي انت يعني يا ريت لو تخسي مثلا شويه كده هيبقى شكلك احلى، لبسك هيبقى اشيك. طريقتك بقى انت وطريقتك، انما ما يبقاش الكلام كده زي الدبش كده يخليها تتضايق. انت بتقول ان هي لما بتتضايق بتاكل، يبقى اكيد في ضغوطات عليها بتضغط على نفسيتها فبتخليها تاكل. ضغوطات من الاولاد، ضغوطات منك انت. احتويها وكلمها بالراحة. اقعد انت بالاولاد وهي تروح الجيم، يعملوا اكل وشجعوا بعض كده وكله سوا. انما ما ينفعش ان انت بتعمل ده كل حاجة بالارادة وبالراحة كده. ده رأيي. وقولوا له انتوا ايه رأيكم في الكومنتات. المفروض ما تطلعش عشان خاطر اولادك يعني، وتحملها زي ما تحملتها يعني زمان اتحملها برضو دلوقتي. المهم قولوا له انتوا رأيكم في الكومنتات.